السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا يا رب ربنا يعين كل واحد على حاله خلال الفترة دي، عارف ان دي فترة ضغط ثانوية عامة بقى وضغط فاينل وضغط شغل. ده في شوية فاينل جايين بعد العيد، انما ايه، عنب عنب. فربنا يا رب يعين الجميع على حاله يا رب. طيب خلينا نخش في موضوعاته. انا جاي ان انا اتكلم في النقطة دي طلبت مني كتير جدا في الفيديوهات اللي فاتت، وهي النقطة بتاعت هل احساسي دايما ان انا متأخر عن اللي حواليا، هل ده فعلا احساس صحيح؟ وهل فعلا انا كده خلاص الامر بالنسبه لي انتهى وابدا بقى اشوف مسار تاني امشي فيه لان المسار ده ما بقاش ينفع لي؟ هل الاحساس ده فعلا صحيح؟ وعلى فكره الاحساس ده ما بيجيلكش لوحدك، الاحساس ده بيجي لي وبيجي لك، ولو سالت محمد اخوك هتلاقي ان هو بيجي له. فالموضوع يعني ايه، الموضوع يعني ما هوش مقتصر عليك لوحدك عشان ما تفكرش، ده اول حاجه، يعني ده اول حاجه. طيب انا دلوقتي جاي احكي لكم قصه، القصه دي بالنسبه لي من اكتر القصص الملهمه في النقطه دي. يعني وهي قصه حد عزيز عليا جدا وصديق ليا جدا، برغم ان فرق السن ما بينه وما بينه قد عمري مره ونص او مرتين، تمام. فهو الراجل ده دلوقتي يعني ايه، اسمه دكتور خاميم، عشان بس ايه انا عارف ان انا مش هينفع اذكر اسمه يعني. هو هيشوف الفيديو ده هيعلق يعني انا عارف. فهو دلوقتي ما شاء الله هو دكتور جراح عظام دلوقتي ما شاء الله في امريكا، شغال في فلوريدا حاليا. فانا جاي احكي لكم قصته في النقطه دي تحديدا. الراجل ده اتخرج من الجامعه، وما شاء الله كان متفوقين جدا في الجامعه، وقدر ان هو ياخد نيابه هناك، ومعنى انه ياخد نيابه يعني هو بقى اتعين معيد في الجامعه، تمام. واخد عظام، وما شاء الله بقى دكتور في الجامعه، يعني نايب عظام في الجامعه، وده حاجه ما شاء الله كبيره. لكن هو قعد سنه ورا الثانيه بدا ان هو ينشغل وينغمس اكتر لحد ما وصل عمره 30 سنه. طبعا بقى يترقى واحده واحده. بدا ان هو يفكر اللي هو لا، انا حاسس ان المكان هنا مش مكاني. طبعا مش ان هو بيعيب في مثلا في شغل الجامعه او كده، لكن هو لا، شايف ان هو مؤهلاته، شايف ان هو يطلع منه احسن، شايف ان هو لا، انا عاوز تطلعات تانية. فبيقول لي بدات بقى ابص على اقراني واتواصل واشوف الناس بدات تعمل ايه وكده. انا كنت منعزل، كنت منغمس في الشغل وخلاص، انا قررت حياتي هنا في مصر وشغلي هنا في مصر وكده. بيقول لي اتفاجئت ان ما شاء الله ويعني ده كان هو كان مفرحه وفي نفس الوقت يعني حزين ان هو يعني تنازل عن حقه ده، ان كلهم وصلوا لحاجات كويسه جدا. يعني معظمهم سافروا، معظمهم قدروا يحققوا الحاجات اللي هم عاوزينها. فجي يبص اللي هو ايه، انا خلاص داخل على ال 30، وان لا انا خلاص ما عادش فيه بقى، انا هقعد هنا في مصر وافتح عيادتي هنا واشتغل شغل الجامعه وخلاص. لكن بيقول لي وخد بالكم الكلمه، ان ربنا سبحانه وتعالى وفقني ان انا ما استسلمش. ربنا سبحانه وتعالى وفقني ان هو لا، انا افكر انا لسه في امل ان انا اكمل، وبعدين أنا لسه ببدا حياتي. كان غيره قال خلاص انا ما شاء الله شغل الجامعه كويس جدا وهفتح عيادتي وابقى عايش هنا ملك. فبيقول بدا ان هو ايه، بدا ان هو يدور في الطرق اكتر ويشوف الحاجات اللي هو عاوزها وعاوز ان هو يوصل لها. بدا ان هو يقوي السي في بتاعه، بدا ان هو ياخد اللغه بتاعته يقويها جدا، وبدا ان يعني يحسن اللغه الانجليزيه بتاعته. بدا ان هو يعمل المعادله للشهاده بتاعته، ومعادله بالشهاده بتاعته يا شباب ان هو يعني طبعا التعليم في مصر اقل من التعليم في امريكا. فهو عشان يوصل للتعليم في امريكا بيعمل حاجه اسمها معادله، دي بتكون امتحانات بياخدها عشان خاطر هم كده يثقوا ان هو مستوى التعليم بتاعه موازي للتعليم بتاعهم هناك. اخد اول خطوه وتاني خطوه، وما شاء الله جه بقى في حاجه اسمها الماتش، دي خطوه ثالثه لازم ياخدها برضو، هم ثلاثه. سقط. يعني انا لو مكانه اللي هو ايه، خلاص بقى عماله بتقفل اهو. لا، دخل تاني. ربنا سبحانه وتعالى كرمه، كرمه كرم كبير جدا. وبعد كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، حصل له بعض التخبطات وكده ومش عارف ايه، لكن في النهايه خالص قدر ان هو ياخد هناك جراحه عظام. ودي حاجه يا جماعه كبيره جدا، يعني كبيره لابعد الحدود. ان هو يقدر هناك في امريكا ان هو ياخد تخصص عظام، ده حاجه كبيره جدا وحاجه ما اقولكش. سبحان الله، زي ما قلت لكم ان هو شغال حاليا في فلوريدا. لما سافر هناك اكتشف ان ليه اصحاب كتير في نفس المكان اللي هو شغال فيه. فبدا يبص عليهم لقى ان هو حرفيا اقل واحد فيهم، وان دول طبعا مسافرين بقى، اللي مسافر بقى له 7 سنين واللي مسافر بقى له مده يعني. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، كان هو كسر ال 30 كعمر يعني. فبدا يقول ايه، لا انا مش هسكت، انا برضو شوف انا سافرت، انا مش انا عمري ما هبطل. وبدا ان هو يشتغل على نفسه، بدا ان هو يطور من نفسه، يشوف فرص احسن. مره في الثانيه في الثالثه بدا ان المكانه بتاعته ترتفع، والمكان المسمى الوظيفي بتاعه يرتفع. بدا ان هو يعني بيقول لي يا احمد انا الحمد لله ربنا كرمني ان انا بقيت في نفس المستوى بتاع اصحابي اللي مسابقيني بسنين،
ويمكن اعلى من بعضهم كمان. فهو بيقول لي الكلام ده، قال لي 3 كلمات انا حرفيا دول محفورين في دماغي. قال لي انت لازم تبقى متيقن من 3 حاجات. اول حاجه قال لي انت لازم تبقى واثق في قدراتك ان انت تقدر تحقق ده، وان انت ما تستقلش من قدراتك، وما تخليش الشيطان يدخل لك من النقطه دي فييأسك، يقول لك انت ما عندكش قدرات مش عارف إيه. لا، ربنا سبحانه وتعالى وهب كل واحد فينا قدرات خاصه بيه، يمكن احنا ممكن نتكلم عن النقطه دي لوحدها، يقدر يحقق بيها يعني حاجات كتير جدا هو مش متخيلها. بس في مشتتات هو كمان مش واعي بيها، اصل هو واعي بيها مش هيعملها، لكن في مشتتات هو مش واعي بيها الشيطان بيزينها له عشان خاطر ايه؟ يبعد عن قدراته ويبعد عن التحقيق ده. ده اول حاجه. تاني حاجه لازم يبقى متاكد من ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمه، ربنا سبحانه وتعالى، ولازم يبقى عنده حسن ظن بالله، وان هو طالما بيسعى وطالما بيحاول ان هو يرضي ربنا سبحانه وتعالى وعنده نيه خير، ربنا سبحانه وتعالى هيكرمه. فكلامه جميل جدا. يقول لي 3 نقطه، لازم تبقى متيقن ان نفسك مفتقر لله سبحانه وتعالى. وهي دي الفكره كلها بقى، ان انت خلال المسار بتاعك، طبعا خلال فتره التحضير عشان خاطر يسافر ويوصل المكان دي ما كانتش سهله جدا، شغل ودراسه وزوجه وبيت. يعني انتوا متخيلين كميه الحاجات اللي هو موجود فيها والضغط اللي موجود عليه، ويسقط مره. فبيقول لي ايه؟ بيقول لي لازم تبقى متيقن ان ربنا سبحانه وتعالى، ان نفسك مفتقر لله سبحانه وتعالى، وكل سجده انت بتسجدها يا رب انا ماليش غيرك، يا رب انا مش هقدر احقق ده غيرك، يا رب انت لو مش عاوزني ان انا احقق ده مهما عملت انا مش هحققه، يا رب انت لو ما اكرمتنيش مفيش حد انا عارف يكرمني. يعني تمام، يعني انت لو ما اكرمتنيش مفيش حد انا عارف يكرمني. كلامه كان جميل قوي، كلامه علم معايا قوي. قال لي بقى الجمله الاخيره، ويعني يمكن دي نقطه برضه عاوز اكد لكم عليها. قال لي انك حاول دايما يكون ليك هدف انت متارجته. يعني ايه؟ يعني ما تبقاش مثلا هسعى، لا، انت لازم كل الحاجات اللي انا قلتها لك، اللي انا قلتها قبل كده دي، لازم تبقى انت بتحققها كده كلها على بعضها عشان توصل لهدف معين. الهدف ده انت لو ما قدرتش انك توصل له دلوقتي هتوصل له بعدين، وما تيأس ابدا عنه. فسبحان الله يا شباب، يعني هي دي النقطه اللي انا جاي اتكلم فيها. يعني الراجل ده شوفوا بدأ حياته بعد ما كان الجميع وصل، وقدر ان هو يوصل ويتخطى ناس كتير منهم. ليه؟ بسبب 3 حاجات. يعني بسبب 3 حاجات مش غيرهم. اول حاجه ان هو متيقن من قدراته، ثاني حاجه ان هو واثق ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمه، ثالث حاجه ان هو يعني متاكد ان نفسه مفتقر لله سبحانه وتعالى. ودول اهم 3 حاجات انت لازم يبقوا عندك، لان اي حاجه فيهم هيحصل فيهم خلل مش هتعرف تحقق حاجه. اي حاجه منهم هيدخل من خلال الشيطان، هيدخل ان ما عندكش ثقه في نفسك، مش هتعرف تعمل حاجه. هيدخل ان سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، مش هتعرف تعمل حاجه. هيدخل ان هو انت لا انا اعتمد على قدراتي وانا اقدر اعمل كده. شوف عندك ثقه بنفسك لكن مش مفتقر لله سبحانه وتعالى، وانك مش هتعرف تعمل ده الا بان ربنا سبحانه وتعالى عاوز ده، برضه مش هتعرف تعمل حاجه. بس فهذه خلاصه الكلام. انا حاولت ان انا اقول لكم التجربه بشكل يعني ايه، بشكل اللي هو ايه صريح كده، اللي هو يعني هي خلاصتها في 3 حاجات فعلا. تمام؟ وما تشغلش بالك باللي حواليك، ما تشغلش بالك باللي حواليك، انت حقق حاجه وتاكد ان اي حاجه اختارها لك ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك. وبص، وما بطلش محاوله. يعني مثلا ما تقولش اللي هو خلاص بقى لقيت اول جوله مثلا فشلت، لا خلاص بقى كده يبقى انا ربنا مش رايد لي، لا حاول تاني. لو انت التانية فشلت او التالت فشلت، حاول افضل خليك حاول. بعد كده خلاص قول لا انا ربنا سبحانه وتعالى اكيد مختار لي حاجه تانية افضل. فدايما انت خلوا عندكم العقليه دي، عقليه اللي هو انت ما تشغلش بالك باي حاجه، ما تشغلش بالك باي كلام محبط سواء كان من الناس، لان ربنا سبحانه، لان الشيطان ساعات بيحط اصلا تيئيسه في الناس. يعني الناس اصلا ممكن ما يجيلكش اصلا تيئيس الشيطان ده في وساوس، ده ممكن يجيلك من خلال ناس تانية. تمام؟ بس ربنا يا رب يكرمكم ويعين كل واحد على حاله. انا حبيت بس ان انا نطلع كده، طبعا عذرة يعني الدنيا مغيمه، ده بسبب ان الجو هنا ما اعرفش، الجو في القاهره فظيع يا جدعان، والله بجد الجو فظيع. الجو تلاقيه الصبح مغيم، كمان شويه هتلاقيه نار، بالليل هتلاقيه تلج، حاجه قمه نزله البرد يعني. بس ربنا يا رب يعين كل واحد على حاله ويوفقكم، اللهم امين. وربنا يا رب يحقق لكم كل احلامكم، اللهم امين. يعني ايه، وان شاء الله زي ما كنت قلت لكم على الجروب، احنا ان شاء الله هنعمل بوت تواصل عشان لو حد عاوز يكتب تجربته، بحيث ان احنا نعرضها سواء كان على المنتدى على القناه او على او على قناه التليجرام، ونشارك تجاربنا مع بعض. لان فعلا الحاجات دي بتفرق معايا انا اولا، يعني بتفرق معايا جدا، وبتعلمني حاجات ما شاء الله، يعني بتعلموني حاجات كتير جدا. وفي نفس الوقت يعني بتساعد غيرنا ان هو ممكن يكون حد انت احتسبها صدقه، ان انت مثلا لو ليك تجربه كويسه ممكن حد ان هو تساعد حد مجرد بس انه يقراها. بس ربنا يا رب يوفق الجميع، اللهم امين. يلا السلام عليكم.